السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ لسه بقى النهارده احنا متابعين مع بعض سلسلة كل يوم اكل، هنعمل اكل ايه؟ فانا معاكم ان شاء الله النهارده انا هعمل، ها انتوا شايفين ايه قدامكم؟ انا النهارده ان شاء الله هعمل ممبار، ودي خلطة الممبار اللي انا عملتها. بس انا عشان ايه ما اطولش عليكم الفيديو، فانا ايه جهزتها كلها وهقول لكم انا عملت ايه. هنا انا حطيت طماطم عصرتها في الكبه، لان انا هعمله كله ني في ني زي ما انتم شايفين كده. عصرت الطماطم في الكبه. طبعا الطماطم دي حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها، وحزمتين خضره برضو حسب الكميه اللي انتوا هتعملوها، والرز حسب الكميه برضو اللي هتعملوها. وحطيت بقى ملح وفلفل وكمون وشطه. وانا بضرب الفلفل ضربت معاهم قرنين فلفل حامي وبصلتين كبار حلوين قوي كده، انتوا شايفينهم اهو. بصوا معاكم، يبقى حطينا ايه؟ حطينا طماطم معموله في الكبه مش في الخلاط، مش عصير يعني. انا عايزاها حته لاني عامله ني في ني، وزيت وملح وفلفل وكمون وقرنين فلفل حامي وبصلتين كبار والخضره والرز، وخلطت كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. وتعالوا بقى نحشيه مع بعض ونحمره ونشوف هنعمل ايه تاني. برضو حبايبي هنا بصوا انا بسلق ايه؟ فشه. انا جايبه فشه، جايبه كميه بصراحه. انا بحب اسلقها واحطها في التلاجة في الفريزر مسلوقه واطلع احمر زي ما انا عايزه. عملت ازاي بقى؟ سلقت الفشه ازاي؟ هي جايبها لي قطعه واحده، فانا قطعتها قطع صغيره كده زي ما انتم شايفينها كده اهي اهي. وغسلتها كويس قوي وغليت ميه، حطيت فيها ورق لورو، وحطيت فلفل اسود، وحطيت بصلايه كبيره وجزرايه عشان تشيل الجزريه. هي هوريها لكم، هي هنا والله موجوده اهي. بص اهي اهي اهي. وجزرايه، الجزرايه دي بقى بتبقى حلوه جدا في السليق اللحمه واي حاجه، اي حاجه بتبقى جميله جدا وبتشيل زفاره اي حاجه. شايفين انتوا حتى الميه بتاعتها بصوا صافيه ازاي. يبقى النهارده احنا هنعمل ممبار وهنعمل فشه. تستلق بقى الفشه، هوريكم بعد ما تستلق هقطعها ازاي واحمرها ازاي. خليكم معايا، ما تروحوش في اي حته، خليكم معايا. وان شاء الله دي اكله جديده وفكره جديده. هي كلنا بنعمل الحاجات دي طبعا، بس كل واحد بيبقى محتاج ايه. ست البيت بتبقى محتاجه كل يوم محتاره اعمل اكل ايه اعمل اكل ايه. فان شاء الله تخشوا على الفيديوهات بتاعتي وتشوفوا كده الاكل والافكار. والف هنا وشفا. خليكم معايا لاخر الفيديو ونشوف الطبق بتاعنا هنقدمه شكله عامل ازاي. بصوا حبايبي، انا الممبار اهو غسلته زي ما انتم شايفينه زي الفل اهو اهو. وحاطه جنبي بقى هحشيه. وانا هنا حشيت واحده زي ما انتم شايفينها كده. انا ما بعملهاش قوي اهي زي ما انتم شايفينها كده، اهم حاجه تكون مبحبحه من جوه. هحشي واحده قصادكم تاني اهو اهي. بصوا اهو كده كده زي ما انا قلت لكم. وخدوا شويه بصوا الصوص الطماطم دي اهو، حطوا كده. بصوا حبايبي انا ما بملاهاش قوي زي ما انتم شايفينها كده اهي اهي. شايفين؟ هعمل بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي هنا اهو انا خلصت الممبار وحشيته كله، وكنت غاليه ميه وحاطه فيها ورق لورا، حاطه فيها جزرايه، حاطه ملح، حاطه حبه فلفل صغيرين، وغليت. وانا بقى كنت عملت الممبار واهو حطاه بيستلق اهو بيستلق. هوريكم واحده كده بس عشان ايه. بصوا بصوا الجمال، بصوا يستلق بس كده واحمره واوريه لكم ان شاء الله. وهنا عندي الفشه اهي سلقتها زي ما كنت ورياكم سلقتها ازاي، وقطعتها بقى حتت صغننه كده اهي. بصوا كده، وحمرتها في حبه زيت صغيرين، ورشيت عليها شويه ملح وفلفل، وبالهنا والشفا. هشيلها طبعا من عن المناديل المطبخ دي واحطها في طبق تاني، واوريكم الطبقين بتوعنا بقى لما يخلصوا خالص. بصوا حبايبي اهو الممبار السلق اهو طلعته من الشوربه بتاعته. وهنا الفشه زي ما قلت لكم برده سلقتها وطلعتها. هبتدي بقى ايه هحمرهم واوريكم الطبقين ان شاء الله بعد ما يتحمروا شكلهم عامل ازاي. تعالوا اوريكم الميه بتاعه الممبار اللي كنت سلقاها فيها
شكلها عامل ازاي. بصوا يا حبايب اهو، في كمان واحده انا لسه ما طلعتهمش اهو. اهو هو لازم برضو ينزل رز يعني لازم، مش بس طبعا ما نزلش كتير، ولا واحده كمان ايه اتفتكت. زي ما انتم شايفين اهو، كل حاجه عاملاها معاكم خطوه بخطوه، حتى كمان لما احمره هوريلكم وانا بحمر. بس يا حبايبي الممبار اهو هو بيتحمر، شايفينه؟ لسه طبعا هقلبه على الناحيه التانيه. بصوا حبايبي شايفين الممبار اهو، انا كده طلعته خلاص. وهنا طبق الفشه زي ما انتم شايفينه كده اهو. بصوا الجمال، بصوا بألف هنا وشفا للي هياكلوه. وانا اول مره اعمل معاكم الممبار والفشه في القناه. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وما تنسونيش بقى بالتعليق الحلو بتاعكم واللايك والاشتراك في القناه. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في فيديو جديد.